دستور جديد يعني لا يحترم جدا. من لا يحترم الدستور؟ السلطه الموجوده اول من يهدر الدستور الحالي. كيف والذي فيه باب الحريات في هذا الدستور، فالمعدل هذا افضل من دستور 2012. تمام. وانا قلت هذا. كيف تهدر؟ لكن يهدر هذا الدستور باصدار قانون مخالف ليه اسمه قانون التظاهر، يترتب عليه الزج بالاف المصريين لمجرد التظاهر الذي هو مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي. هل حضرتك علشان قانون لا خليني اكمل. انت سألت كيف يدهس هذا الدستور من السلطة التي وضعته. حينما يزج بهذا يصدر قانون مخالف للدستور، حينما يصدر قانون يفتح فترات الاعتقال او الحبس الاحتياطي اللي نضلنا من اجل ان يكون لا حد اقصى 2 فيفتح ويظل ناس مزج بيهم في السجون 14 شهر دون قضية يعرضوا على القضاء. حينما يتدخل السلطة التنفيذية، وهذا محظور في الدستور ده، هو تتدخل في تشكيل دوائر القضاة التي تعطي إعدامات بالمئات. طيب انت حضرتك قلت 3 أمثلة كثيرة. أعدد لك أمثلة.